السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البسكوت دوت ميزته ان هو ما شاء الله بينجح، يعني نجاحه احسن من نجاح البسكوت الحساس العادي اللي بيتعمل بالدقيق العادي. تاني حاجة في مميزات البسكوت دوت ان هو موفر عن البسكوت العادي، كمية الزبدة اللي بتتحط له اقل من التاني. طب وتالت حاجة بقى، تالت حاجة ان الطعم والله احلى، لان الطعم هنا بتحسي كده ميكس الدقيق العادي بدقيق القمح الكامل مع ميكس الزبدة الطبيعي، يعني الريحة والطعم خطير جدا جدا جدا. ونضيف برضو ان هو حاجة صحية وجميلة. يلا بقى على المقادير والتركات اللي تخليه ان شاء الله يطلع مظبوط زي ما الصورة بقى موضحة كده. دي كوباية سمنة بلدي، المفروض زبدة يعني، بس انا ما كانش عندي زبدة صفرا، زبدة بيضة في درجة حرارة الغرفة، مش تكون من التلاجة، والبيض برضو يكون متطلع من التلاجة، 3 بيضات معانا. ومعانا هناخد بقى من الدقيق اللي قدامك دوت، وخلي بالك نقي الدقيق الاسمر اللي ما فيهوش ملح، احسن في مره جبنا دقيق كان مكتوب عليه مش عارف 5 نجوم او حاجه، كان مملح وبيطلع مش حلو المملح ده. دقيق حلو دوت. اسمه هنية او اي نوع تحيله. هناخد منه 3 كوبايات. والعسل هناخد نص كوباية. طب لو عندنا سكر دايت مش عايزين نستعمل عسل، هناخد 7 بواكي سكر دايت من اللي الباكو بيعادل معلقتين صغيرين. طب والبيكنج باودر هناخد معلقة كبيرة للثلاث كوبايات. والكربوناتو هناخد نص معلقة للثلاث كوبايات. هنشوف هنبتدي نضرب ايه الاول مع ايه، ولو احتاجنا هنحط لبن ولا لا. ادي المقادير عندك اهيت مكتوبة عشان تاخديها سكرين شوت. يلا طلعتي الزبدة والبيض، طب يلا هاتي الزبدة بقى والسكر، او الزبدة والعسل. ادي الزبدة والعسل اهم في الطبق، ومعايا المضرب الكهربي. هضرب فيهم لحد ما يبقوا شايفين ابيض ازاي. بعد ما يبقوا ابيض كده هبتدي اجهز البيض اللي في درجة حرارة الغرفة تاني، باكد عشان ما يخليش السمنة تحبب، واضرب البيض مع السمنة والسكر او الزبدة والسكر. خلاص ضربناهم كويس واتخلطوا كويس. هستعد احط الكربونات والبيكربونات، وبعد كده هنزل الدقيق واقلب بالراحه لحد ما العجينه تبقى معايا ناعمه. طب العجينه ما بقتش معايا ناعمه، انزل ب3 معالق لبن. لو ما عندكيش لبن ممكن 3 معالق زيت، بس ما تزوديش. طيب المهم نوصل بالقوام ان هو يعدي من القمع اللي قدامك دوت. القمع اللي قدامك ده هو اللي بيتعمل بيه شكل البيتي فور، بنعدي منه على طول مباشرة بدون كيس حلواني، او بنعمل شكل البسكوتة الطويل اللي شايفاه قدامك دهوت. بنضغط ضغطة طويلة فبتطلع لنا ونضغط واحنا ايدينا لامسة الصينية بالقمع، تطلع لنا البسكوتة بالشكل ده. يلا حاولي وهتظبط معاكي ان شاء الله، يطلع لك اشكال جميلة زي ديت. هتستعدي بقى انك انتي تسويها في الفرن المتسخن مسبقا عن درجة حرارة 180. هو مفيش ربع ساعة تلت ساعة وهتكون متزوديش عليها السوا، وهتكون ان شاء الله طلعت بالمنظر الجميل ده. بقى بزوقها بقى بشوكولاتة دارك. تسيح الشوكولاتة الدارك بيكون ان انا بدخلها الميكرويف شوية، او بحطها في الفرن المطفي السخن، او بعمل لها حمام مية تسيح فيه.